مساء الفل، مساء العسل، مساء كل حاجه حلوه. كنت في مشوار محتاجه حاجات كده، شويه حاجات، فجبنا الطلبات بتاعتنا وانا والله طبخه وعامله كل حاجه، بس الولاد مش عايزين بقى يرجعوا ياكلوا خضار ولحمه وحاجات من دي، وبصراحه باباهم اللي شجعهم، فقلنا نجيب كده عشاء من بره ونقعد نتعشى معاكم. الدنيا زحمه جدا، الشوارع على اخرها. انا بقى عندي فوبيا من الخروج، والله انا افضل اقول لهم عايزه اخرج من البيت، عايزه اغير جو، واول ما اخرج بخاف، بحس ان انا قلقانه، بحس ان انا متوتره، بحس ان انا بصدع جدا، تقريبا كنت واخده على جو البيت والهدوء والسكون وكده. ولا ايه يا ولاد؟ طمية؟ ايوه انا قلت لكم المره اللي فاتت، اخر مره مش عارفه بقى فاكرين ولا لا، كنا بنتغدى معاكم، قلت لكم المطعم ده ما دخلش جنيه، فغيرت المكان اللي انا بجيب منه. انتوا اكيد شايفين، يعني واضح اكيد كميه السلطات، هم اساسا ما عرفت ابو ايه، بس واضح كميه السلطات، واضح المعامله، واكيد اكياس، يعني انتوا عارفين منين. الولاد عاملين تضربوا على الاكل بتاع البيت، زهقانين يا ماما، زهقانين يا ماما، وعايزين تغيير، فقلنا خلاص نغير. بيني وبينكم يعني حيرة كل يوم، كل الستات اكيد بتحتار كل يوم تطبخ ايه، فنجهز كده السفرة ونفك الحاجة ونرجع نتعشى مع بعض. نجهز الحاجة كده، فكيتها، قلت نقعد بقى ايه ندردش كده معاكم. انا جوعت. انا اتحايلت عليك والله جوعت. والله اتحايلت عليه قبل ما نخرج. لا جوعت. طبخه جوه اللحمة ولا حاجة، فين مرن؟ هو قال لي تعالي نقضي المشوار بتاعنا ده على السريع ونرجع. طيب صراحة يلا بينا نرجع. احط الاكل، ما كانش باقي لي حاجه غير حمل شويه رز. مش مرن ماسكة علبة الكمية فين؟ هو ما رضيش. الكاميرا كده هتبقى مظبوطه، هتبقى جايبه الولاد بقى قبل ما يقعدوا يطبخوا. ماشي. ده ايه؟ كباب وكفته؟ كباب وكفتة وكبدة. فين؟ ايه؟ فين كده؟ مفيش كده. لا في كبدة. لا والله في. دي؟ لا اه ماليش فيها، انت عارف انا مش دي. طب دوقيها؟ لا انا ماليش والله ما هتندم. ماليش في الكبده في العادي يعني. انا ماشي. اخري ممكن اخد كباب، ممكن اخد شيش، بس عارف الشيش ده مبروك شويه بتاع المره اللي فاتت. صح؟ يعني دي فرخه شيش، فرخة شيش. حاساها مبروكه شويه بتاعت المره اللي فاتت يعني. ده العشق بقى، بتنجان المخلل. انا ممكن اكل بتنجان مخلل كده بالعيش وخلاص، مش عايزه اي حاجه تانية. شكرا. يلا يا ولاد يلا اقعد. شايفينك؟ يلا 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 كده يا بنت، ما تعمليش في التصوير كده جاي كويس علينا ولا ايه؟ لو بسم مستوي الله. عايزه تتظبط قولي لي. لا تمام تمام جدا. بابا جاي وانا جاي؟ يلا يا عم. يا عم. انا بقول له انا بحب البتنجان ده قوي، وممكن ما اكلش اي حاجه تانية. انت بقى لك انت ولا هو تقريبا راح جاب لي طبقين عشان خاطر ما اكلش معاهم حاجه. ما هي قالت لو جبت لي مش هاكل حاجه ثانيه. لا دي كبده، دي كبده. انت جاي على الكبده بالراحه. هي بيخاف من نفسه. ده جميل. انا قلت ما هي دي كمان. طب جرب دي بقى كده. انا بحبها قوي. جدع ايه. ربنا يقول لك. خدي يا رب. قدامهم، لا بينهم وبين بعض اهو. ماشي. مش مشكله، جه عليها توميه، انا معايا اهو. يا سلام يا مرنا لو قلتيها انت كمان. انا بقى يا اصحابي يا كتاكيتي ما اخبيش عليكم يعني. لا هي بتحب. انا ما اخبيش عليكم، انا مش عارفه الفيديو ده هينزل لكم امتى، لان انا خلاص بقى اسره مع بعضين. طبعا. ساعات بصور بنزل لكم حاجات مهمه، بنزل لكم وصفات، ممكن انزل لكم اليوم بيومه، وممكن فيديو يتصور وانزل لكم بعدها باسبوع، على حسب الامور ماشيه ازاي. انا هحكي لكم بقى، انا كان في ايه دلوقتي في الشارع؟ كان في الشارع دلوقتي اجواء شم النسيم، مشتريات شم النسيم. الشوارع عباره عن براميل فسيخ، كراتين رنجه. انا احب الفسيخ، هي ما بتحبوش. انا كده. لا بس انا يعني انا ما بحبش الفسيخ، بس مش من النوع اللي لو حد بياكل فسيخ افضل بقى ايه ازهقه واقول له اف ومش قولي الحاجات دي، لان كده عيب.
بس كل اللي ماشي في الشارع هي بتسيبني وبتطلع بره بس. انا باكل طحينه، باكل عيش وطحينه يومها. الشوارع كل اللي ماشي فيها شايلين اكياس فسيخ ورنجة، والله زي ما بقول لكم كده. معرفش انا مستحملين ان هم يشيلوا حاجه زي كده ازاي. عادي يعني، الناس كلها بتحبها. بس بقى يا جماعه في ازمه في الرنجة اللي هي البطارخ خشنه. دي عملة صعبة دلوقتي. احنا بنحب البطارخ الخشنه، كل اللي موجود في السوق اللي هي البطارخ الناعمه. والله منوجة يا مان، منوجة كل اللي موجود اللي هي البطارخ الناعمه. ليه بقى؟ ليه؟ علشان البطارخ الخشنه دي لما بتتخلي وبتتحط في برطمانات كده بتبقى غاليه قوي. برطمان كده دلوقتي شايفاه في الثلاجه عند الراجل في محل كده معروف ب 200 جنيه، واللي اكبر منه ب 400. اللي اكبر منه ب 400. البطارخ دي اساسا بقى، شوف انت لو شاريه كيلو رنجه مش مدري هتطلعي منه كام بطارخ خشن، هتعملي قد ايه؟ فالاوفر لك تجيب الرنجه مقفوله، فدي فيها ازمه. حرقه شويه. الغنوجه. لا الفراخ. بقى هديكي بهدية. انا مش عايزه كده. هدية. بس اصله بيحبني قوي، شوفوا اعطيه ايه. بصوا يا جماعه، قرن شطة مشوي. انا بقول هيديني حته لحمه، احكي لهم يعملوا لك قصه. هيديني حاجه. بس احكي لكم انا حكايه الرايب. الرايب. اه الحليب الرايب يعني. كل ماما تقعد لازم لما تلاقي عندها فلفل من ده تطبخيه وتحطه جنب الاكل. ما بستحملوش في الاخر. تصوت الرايب الرايب وفي الاخر ما يجيبوش. الرايب ده كان يوم الاندومي الكوري اللي انتوا صممتوا تعملوا تحدي وتجيبوه. واصلا ايه في الاخر ما دقوش. انا يا دوبك خدت حته من الصوص بتاعه بقيت بتنطط. والله انا ومرنا اللي بقولها ما لحقوش. طيب بأمانة. بابا بأمانة. المطعم ده ولا الأولاني؟ لا الصراحة يعني ده. انا ما اعرفش هو كده في العاده ولا عشان هم حبايبك. هم حبايبك قوي يعني. ما اكيد كده، ده من ناحية الطعم وكمان السلطات. ما اكيد كده. لا بس هم حلوين قوي. ليه؟ دايما لما بتعزم عند حماتي بيبقى تحفة. دايما اي تجمع بنجيب اكل من هناك. الأكل كله من هناك بصراحة. يعني في رمضان في اي وقت عند ماما الحاجه بعت لها بوسه، لازم بنجيب من هنا. أحلى كده. لا أحلى من حيث الطعم والسلطات، لأن آخر مرة الصوص جاي كده والعلبة كمان ربعها مليان، فإيه يعني هو جايب لك عينة كده. تغميسة من كل حاجة. لقمة. وحشني يا جماعة، بحب أطلع أتكلم معاكم أوي. والله اليوم اللي ما أطلعش أتكلم معاكم بحس إن أنا في حاجة ناقصاني، مزاجي وحش، متعصبة عليهم في البيت. والله. 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 أنا باجي ناحيتك. لا خالص. والله أنا بعمل فيك حاجة، أنا كل كلامي بيبقى مع ميرنا وإيه؟ بريء. بريء. صح؟ يا ريت يا أخويا أنا كفاية. انا مش عارفه ليه. انا عارفه ان في ناس ممكن في الكومنتات تقول لي يا امان حرام وبتاع. انا مش قصدي حاجه والله، انا بتكلم على نياتي يعني. انا شم النسيم من الايام اللي بحبها، ملهاش علاقه بقى حد يقول لي حرام حلال، انا مش قصدي، بس يعني احنا من صغرنا فيها بهجه تلوين البيت. طبعا. اللمه. طبعا. مش قصدي والله يعني حرام او حلال. ومالنا النهارده قالت لي سبت النور مصممه تتكحل. متكحله. طقوس قديمه. أنا أصلا عايزة أقول لكم أنا بحب الكحلة أوي، مش عارفة ليه. انا مش بحبه. أنا زي الطبق انا بحس يا جماعه ان انا لو حطيت كحل بحس ان شكلي وحش قوي قوي قوي. الطبق ده كله جاي ماسك في حتة الكبدة. حاسه حلو. اخدتها يا بابا؟ لسه في غيرها؟ لو في غيرها هاكلها بقى يعني، اقصد عشان ايه؟
هات لي العيش من بقى مش تاخدي حته كبده ده. عمري مستحيل، لا كده كويس، مستحيل ادوقها، مش عارفه ليه. حد في مع الدنيا انها لحمه بس انا ما بحبها. يحبش الكبده. لا لا مستحيل. بس التوميه غريبه شويه. التوميه التوميه بتاعتهم تبقى مديها مايونيز. انا اكتر توميه بحبها التوميه السوري اللي هي اللي انا واخد عليها ومتعود عليها. غنوه يا مين. جميل. انا وريتهم الكيس، هم معايا في المطعم. اكيد طبعا. بس التوميه اللي في المطعم اللي قبل ده كانت احلى من ده كتير. بس ليه والله الكميه السلطات هنا بصوا هات كده بدوق. ازاي يا مان؟ في حاجه غريبه دوق كده. هدوق. ما فيهاش حاجه. على فكره احلى، والله احلى. انا مش حاسه كده. يعني اقول لك ليه، التوم فيها قليل مم. فاخف شويه من الانواع التانيه. تدوق؟ ريحتها حلوه. اقسم بالله. هي مش وحشه بس لا خد لقمه. ده ريحتها جميل. في احلى الصراحه. ده بالنسبه لي انا عايش. ما تخافش، تحفه. تمام. مم. على فكره حلوه جدا يا مريم، جميله يا مان. خفيفه وحلوه. نرجع بقى لموضوعنا. من الايام اللي انا بحبها قوي قوي شم شم النسيم النسيم. من صغري. مم. وانا كنت انا يعني اصغر واحده في اخواتي، فخلاص بقى ممكن كلهم متجوزين، مفيش حد مع بابا وماما غيري، ماما الله يرحمها، فممكن عادي نايمين بقى مكبرين مش في دماغهم. انا كنت اصحى من بدري واعمل لليوم ده طعم، اعمل له بهجه، اصحى من الصبح واسلق البيض والونه. كانت ماما الله يرحمها تبقى عامله الفطير المشلتت، ومؤخرا كنا نبقى شاريينه، مم. واعمل لهم فطار اشكال والوان وحاسسهم بشم النسيم وفرحهم ويومها بقى بابا كان لازم يبقى جايب كرتونه الكنز كده في البيت، وديك فريزر كده عند ماما في الصاله ده مليان الايس كريم اشكال والوان، وسلطه الفواكه، حله كبيره، سلطه حله والله حله سلطه الفواكه دي، واحتفال. انتوا يا جماعه برضو المفروض والله كل واحد يعود عياله على البهجه بتاعت اليوم ده ويحسسهم كده برضو باليوم ده. العيال نفسها لما تكبر حتى ويبقى عندها بيوت هيعملوا كده مع عيالهم. ربنا يبارك فيهم يعني. بس ما كناش نطلع يعني بره ولا نروح ولا نيجي. ممكن وانا اصغر من احنا بكتير يعني طول عمرنا نفطر في بيتنا ونتغدى في بيتنا، مش ان احنا بقى نطلع على الارض وكده. بس ممكن يعني ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي اخر اليوم خالص نطلع نروح الارض بتاعتنا، كنا نبقى زارعين فول اخضر. اروح انا واخواتي كنا نبقى زارعين فول اخضر، عارفين انتوا فول اخضر ده ليه طعم تاني وهو طالع من الارض. قوي قوي قوي. لما كنت ببقى عند تيتا الله يرحمها بس كان خالي اشرف يطلع لي باميه. باميه جايه من الارض طازه. بس كان مشوكني جامد. الباميه؟ لا الفول الاخضر ده بقى يا جماعه يوم شم النسيم في الارض عندنا. نفضل ناكل وننبسط يعني لازم لحد مثلا وانا في ابتدائي. بعد كده خلاص بقى مفيش حد بيشجعني. بس انا البلكونه عندنا عند والدي براندا كبيره، فبتبص على الاراضي، فكنت اطلع كده وانا في سن الولاد افضل اتفرج اشوف الاراضي من بعيد كلها ناس، منظر حلو، منظر اصلا انا مش عارفه، انا اليوم ده من صغري بحبه. الناس بتصحى من بدري عشان تحس باليوم اصلا. تلاقي الفلاحين رايحين ولادهم واخدين الاكل، وكل واحد بقى ايه واخد عياله معاه. تبقى لمه جميله والله، وايام بيفتكروها. واطفال صغيرين تلاقيهم تقريبا لمين من بعض وجايبين حاجه حلوه وحاجه ساقعه ورايحين يقضوا يوم كده مع بعض. تبقى اجواء جميله. بس انا طول عمري مقفوله عليها يعني في البيت مفيش حاجه اسمها بره. انا كنت عشان اخرج مع اصحابي هم اكيد شايفين الكلام ده ممكن يجوا يتذللوا لماما ويتحايلوا علينا عشان خاطر اخرج معاهم. انا والله يعني بقعد يعني حوالي ساعتين ايوه اقنعها، هي انت هتطلع على كذا وهيحصل كذا،
فمش كذا ايه، قول هما انت- بينقوا علينا. انت تطلع على الكورنيش وصاحبك يقول لك تقعد على السور وهتقوم واقع. لا اه انت عايز نستنى لغايه ما ده يحصل وتقعد تتوقع احداث ألف سيناريوهات وحاجات. ايوه، طفل ايه في 5 ابتدائي يخرج يحكي، ونرجع بقى نقول لعيال بقى مش متربيه ليه؟ لا، يبقى في رقابه. 5 ابتدائي طلع سيناريوهات وحاجات انا لسه ما جتش على بالي اصلا. في مرة المفروض إياد كان يرجع 7، رجع 8. هو رجع كنت المفروض ارجع 6 وقمت راجع 7. ماما بقى اللي عملت يا جماعه والله العظيم وعلى فكره انت اكتر مني، انت انت بقى وضحتيني. مين اللي بيقف معاك بقى؟ اياد يا جماعه هحكي لهم بس حته صغيره كده. كان المفروض يرجع الساعه 6، الساعه جت 7 واياد ما جاش، وبابا بره. الاقي بقى ماما نزلت بابا يدور عليا. اه ماما قاعده تعيط، مرة قاعده تعيط، طلعت تقول لي انت كنت فين؟ ولا مرة طالعه لي من السلم بتزعق لي. طب انا لسه ما فهمتش ايه اللي كلمت حصل. بابا قلت له خلاص بطل تدوير، اياد جه تعالى. لا انت قلت لي قال لي ما إيه؟ تجيش. قلت له لا بطل تدوير الزفت دي اهو. الزفت ولا يهمني مننا وعليك، الزفت جه ما تدورش. طب قوي الفيديو حلو. يعني مخلياني اياد برضه ماشي في الشارع قاعد بدور عليه. قال لي خدوا بالكم ده بقى، قال لي ايه؟ ما تجيش ناحيته خالص، انا جاي له. انا قلت جاي بقى يربيه، جاي دي استحمى. جه خد دش اتغدى وقعد وما عملش فيه اي حاجه. صح؟ اياد مفيش اي. انا زعلان منك بس. انا ما كانش معايا ساعه ولا عارف الساعه كام. هو صاحبه معاه موبايل. وانا عم روحت ما كانش معايا البيت. وانا عم روحت ما كنتش اعرف. قالت بتدور عليا. راح لعب بلياردو في مكانين، بص ماما قالت وراح الكورنيش يتصور، مم. وراح مطعم يجيبوا سندوتشات، وكنت اعطيه فلوس كتير، خلص الفلوس اللي معاه كلها فرجع من المطعم ماشي. شوفوا الذكاء. طب هات توك توك وتعالى اطلع خد الفلوس وانزل حاسب. ذكاء. ما انا عم اطلع هاخد اتضربت واخد الفلوس وانزل احاسب. مش مشكله. طب اللي وصل لهنا بقى فين اللايك؟ فين التعليق الحلو؟ فين؟ قولوا لي رد عليا. عجبكم كده تصويرنا؟ عجبكم كده يومياتنا واجواءنا ولا لا؟ تحبونا نصور لكم ايه؟ تحبونا نعمل لكم ايه؟ بصوا اللي هيشترك ويعمل لايك انا هديله واحدة منهم. نصابه. انت نصابه. على فكره حلوه قوي. ما بقى ساعات تعمل كده الفضل. لا مش عايز تقول ما كنتش هديك اصلا. انا رخمه قوي. الخلاصه يعني اللي عايز يفرح وينبسط ويحتفل باي حاجه هيحتفل. صحيح. من الاخر اعملوا لنفسكم بهجه اي حاجه. يعني انتوا في البيت على قد الامكانيات، سرقنا بيت، كلنا في بيتنا بيت، صحيح. لونوا بقى للعيال هزار، خلوكوا ده يوم مميز. والغدا ده اي حاجه، حتى اللي ملوش فسيخ ورنجه ممكن والله عادي تعملوا اي اكل تاني عادي، مش انا بحب مشكله. الفطير قوي. تخرجوا تشموا هوا، تجيبوا ايس كريم كده يعني. دول ايه؟ برضه انا احب الفطير. طبعا احنا عملنا الفطير مرتين على القناه، وبشهادتكم انتوا بتقولوا عليه كويس، كان بيبقى طالع حلو وناجح جدا. فترجعوا كده للفيديوهات بتاعتنا هتلاقوني عامله فطير مشلتت مرتين. بأبدع فيه. جميل. شكرا والله يا جماعه. ماما دبت معايا خناقة بقول لها احنا يا ماما هنجيبه ولا نعمله ايه؟ هي- يعني بتاعي وحش هي فكره الشكاوى العائليه. خلاص. وانا خلاص بقى انا بتاعي بقول لها وحش. هعمل قالت لي ونشتري كمان. فانت بتقولي اشمعنى بقول لك انت حابه انهي مش عايزه تعملي اي حاجه. هي عامله على بتاعي تعب يعني. وحش. هي عامله على تعب. وحش. مش هجيبها من بره عشان ده ما عجبكيش بقى قولي انا مش بتضايق. احنا قلنا نطلع نتعشى معاكم اه. وندردش معاكم، توحشونا. شكرا على كل الكومنتات الحلوه وفائدتنا التانية كده واخواتنا. مش بحس واحنا في قمة ابدا السعادة والله واحنا حقيقي، معاكم. مش بحس باي فرق، بحس ان احنا
مع اهلنا مع اخواتنا مع حبايبنا، وبحبكم جدا، وان شاء الله كده استنوني فيديو جديد. الله اعلم بقى هيكون روتين، هيكون غدا، هيكون عشاء، انتوا معانا في كل حاجه. طبعا يلا نقول باي باي. العيله الكبيره. يلا باي باي. يلا باي باي.